كيلو سكر واحد وإزازة صغيرة ومعلقة واحدة بس من عند العطار، وهديكي كل أسرار مشروبات رمضان اللي هتحتاجيها ومش هتبطليها على سفرتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهم 3 عصاير ما بنستغناش عنهم. يلا مع بعض نبدأ. الأول عندي كوباية من جوز الهند الناعم جدا جدا، عندي كوباية من اللبن البودرة، كوباية من الكريم شانتيه، وكمان كوباية من السكر البودرة. عندي معلقتين كبار من دقيق الرز، ويا جماعة صدقوني طعمه مش هيبان ولا أي حاجة، مش هيحتاج تسوية. هما حاجة صغيرة خالص ولكن بتدي طعم حلو. هننزل الكلام الجميل ده كله في بولة ناشفة ونضيفة، ولازم نكون منشفينها كويس أوي. وأهم معلقة بقى اللي هتدينا ريحة الصوبيا اللي بنشتريها من بره، معلقة قصنص جوز الهند البودر، ودي متوفرة عند أي عطار. برطمان نضيف وناشف معقمينه كويس قوي، وهنعبي فيه كل الكلام الجميل ده، وتقعد معانا شهر أو 2. ده أصلا لو انتم مخلصتهاش بعد أسبوع من كتر ما هي حلوة، وتقسيمتها كده مظبوطة وحلوة قوي. وعلشان نعمل بقى شوية تمر حلوين هنحتاج لكيلو واحد من السكر، هنحط عليه نص معلقة كبيرة من ملح الليمون، ومعلقة كبيرة من قصنص التمر البودر، برضو هتلاقوه متوفر عند العطار. هنقلب الكلام ده كله كده مع بعضه كويس قوي، وهو لسه جاف، مش حاطين ميه ولا اي حاجه. الازازه بقى السريه الحلوه السحريه اللي بتدي ريحه التمر الحلوه دي وطعمه ونكهته الجميله، ازازه قطنس التمر اللي هو السايل، غير البودره بقى علشان ناخد طعم غني وقوي كده. نزلت عليها 3 معالق كبار من الميه، وهنبدا نقلب الكلام ده كله كويس قوي لما يكون كده شبه حبيبات الرمل الناعمه او المبلوله شويه كده. هنحفظها برضو في برطمان ناشف معقمينه كويس قوي وناشف جدا جدا. وفي الوقت ده بقى عايزه اقول لكم ان ريحته كانت قلبة الدنيا، واحنا اصلا لسه ما عملناهوش ولا اي حاجه. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا لايك وشير وتتابعوا البيج علشان تستفيدوا. علشان نعمل بقى شويه عناب حلوين لازم تغسلوا الكركديه بتاعكم كويس قوي وتنشفوه. غسلته فردته في مصفى زي ما شفتوا كده ونشفته. هحتاج لكوبايتين كبار من الميه، معاهم شريحتين حلوين من الليمون، ورقتين كده من النعناع، وهنحط عليهم بقى سكر. طبعا السكر ده حاجة على حسب رغبتكم. كوبايتين المية بالنسبة لي خدوا 3 معالق من السكر ومعلقتين من الكركديه، وكان لونه حلو جدا. فكرة ان احنا بنغسله وبنشيل اي شوائب زيادة او اتربة تبقى لوحدها بتدي لون اصلا حلو. لما بيقعد لونه بيتقل كده، وانا اصلا سبته يدوب نص ساعة بس، تخيلوا. علشان نحضر مشروب الصوبيا بقى السريع بتاعنا هنحتاج لكوبايتين، سوري، معلقتين من السكر ومعلقتين من بودرة الصوبيا اللي حضرناها مع بعض، كوباية من اللبن وكوباية من المية الساقعة المتلجة. هنقلب الكلام ده كله مع بعض، ويا سلام بقى على كوباية كده مع شوية تلج، ويا عيني على الجمال. جربوا الوصفة، أنا متأكدة إن هي هتعجبكم. زينوها بقى كده بشوية من جوز الهند الخشن وشوية من الفستق. والتمر هنعمله برضو بطريقة سهلة وبسيطة. هنحط معلقتين من السكر، معلقة كبيرة مليانة كده من التمر، وكوبايتين من المية الساقعة. قلبوا الكلام ده كله كويس قوي مع بعض علشان ايه، يدوب كده معانا ويدينا النتيجة الحلوة دي. واتفرجوا بقى على الجمال ده كله. عايزة اقول لكم والله والله احلى من اللي بنشتريه من بره مليون مرة. العناب بتاعنا بقى واخد لون حلو، ريحته حلوة، الليمون والنعناع مدين له طعم كده قوي وحلو قوي. استمتعوا بقى بالمشروبات الحلوة دي، وهستنى تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو، وتعملوا منشن لأصحابكم علشان يستفيدوا. ما تنسوش تتابعوا الصفحة علشان تستفيدوا ويصلكم كل جديد، تتفرجوا بقى على الجمال ده كله. لايك وشير يا حلوين للفيديو، وصحة هنا.